دلعوا حالكم بأطيب حلا جاهز بدقايق وبمكونات بسيطة. حلا السميد مع صوص الشوكولا، طعم رهيب وقوام سلس وناعم. هلأ ممكن ناكله سادة هيك من دون صوص، وممكن نضيف صوص الشوكولا اللي بشهي القلب، بالحالتين اكسترا بشهي. فضلا لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب، تشاركوا الفيديو مع اصحابكم، تشتركوا بقناتي وتدقوا جرس التنبيهات. كسرولة على البارد، معايا كوب واحد من الحليب الناشف. استخدمت هذا الكوب منعير فيه المكونات، كوب النسكافيه. ثلث كوب من النشا. ثلث كوب من السميد، سميد خشن ناعم وسط ما بيفرق. بقلبهم. بنزل ب6 أكواب من الماء، نفس الكوب اللي فرجيتكم اياه رح نعير فيه. طبعا ممكن نستبدل 6 أكواب حليب ونحذف الحليب البودرة. نرجع بنمزج المكونات جيدا. ذوبنا النشا والسميد. هلا رح ضيف سكر، بالنسبة للحلاوة رح ضيف كوب واحد، وهيك بتكون كتير ممتازة، ما في داعي نزيد أكتر من هيك. برجع بعمل تقليبة بسيطة. ضوي الطباخ حرارة وسط مع التقليب المستمر لحتى يسخن المزيج. هذا المزيج ما غلى، صار ساخن جدا. رح ضيف ملعقة صغيرة من الفانيلا، وواصل التقليب وانتظر لحتى يغلي. هذا المزيج غلى غلوتين، طفيت الحرارة تحته. شوفوا القوام كيف، هيك بدنا اياه سلس. رح نجهز مغلف واحد من البسكت، ممكن نستخدم دايجستيف. رح كسره هيك عشوائي خشن بهالشكل. جهزت قالب كيك، ممكن نستخدم اي صينية عنا، اي جات بايركس. اذا ما عنا قالب كيك ممكن نمرر عليه ماء بارد ساقع لحتى لما نجي نقلب الحلا يطلع معنا بكل سهولة. ممكن نرش رشة بسيطة من الزيت. رح اخذ المزيج واسكبه. شوفوا قوامه كيف. ورح اخذ البسكت وخليه بهالشكل، نضغط عليه. رح ندفعهم هيك بهالشكل ليثبتوا اكتر. رح خلي على السطح طبقة من البلاستيك راب او النايلون لحتى ما يعمل لي طبقة، واتركه هيك على الكاونتر يصير بدرجة حرارة المكان. بعد هيك باخده على الثلاجة. كسرولة جانبية، معايا 2 كوب من الحليب السائل. بضيف عليه نص كوب من السكر. ثلاث ملاعق كبار ممسوحين من النشا. رح نمسح الملعقة، ملعقة المقاس بهالشكل. هاي الملعقة الثانية وهاي الثالثة، وبالمضرب اليدوي رح نقلبهم. رح اضيف ايضا ربع كوب من الكاكاو، كاكاو غير محلى. اذا عم نستخدم الكاكاو المحلى بدنا نخفف السكر. برجع بقلب.
ضوي الطباخ حرارة وسط مع التقليب المستمر لحتى يبدأ الصوص يشتد. وهذا الصوص ربط، شوفوا كيف صار قوامه ما شاء الله بجنن. رح ضيف هلأ ملعقة صغيرة من الزبدة لتعطيني طعم وقوام أجمل، ملعقة صغيرة من الفانيلا، وبقلب. هذا صوص الشوكولا وهذا قوامه. طفيت الحرارة تحته، شوفوا ما شاء الله. رح ارفعه من على النار، بنقل الصوص ليبرد. ما شاء الله قوامه بجنن. هذا الحلا طلعته من المجمد، أخذ تقريبا ساعة وربع. رح انزع النايلون لحتى نقلبه. نطلع القالب شوي شوي. يا سلام، شوفوا ما شاء الله جامد ومتماسك وما انكسر. هذا صوص الشوكولا بعد ما برد ما شاء الله، ما خليته بالبراد، بس هيك على الكاونتر، وقوامه بجنن ولمعته بتجنن. خليت الصوص بكيس حلواني، ورح اخلي الصوص على الحلا بهالشكل. احيانا كتير بيجي عبالنا نتحلى، وغالبا بيكون بدنا شيء بسيط ومكوناته بالمطبخ. لهيك حضرت لكم على طريقتين هالحلا الرهيب البسيط وبنفس الوقت كتير فخم، ميكس ما بين طبقة المهلبية والقليل من القشطة، بتعلوها طبقة من غزل البنات مع القطر حسب الرغبة، ويا سلام يا سلام. لعمل الطبقة الأولى بتنجر على البارد، بضيف كوب ونص من الحليب البودرة. هلأ أنا عم بستخدم الحليب البودرة، بإمكانكم تضيفوا حليب سائل كامل الدسم. ثلثين الكوب من سميد، سميد خشن سميد ناعم ما بتفرق. رح أضيف أيضاً نصف كوب من النشا. وهذا الحلا كتير سهل، يعني فيكم تستخدموا أي كاسة موجودة عندكم تقدروا فيها تقدير. بالمضرب اليدوي بقلب. بنزل الآن بلتر ونص من الماء، ماء عادي. ضفت لتر وهذا النص 500 ملي. بقلب بالمضرب اليدوي لحتى ذوب المكونات الجافة. تأكدت من إذابة كل المكونات. رح آخده هلأ على النار. ضوي الطباخ حرارة وسط، وكل شوي وشوي بعمل له تقليبة بهالشكل، ما بتركه لحتى ما يحترق الحليب معايا. هذا المزيج لسه ما اشتد بس سخن. بهالأثناء رح عطره، رح أضيف ملعقة صغيرة من المستكة، حبوب مستكة تقريبا 3 حبات من المستكة، طحنتها مع ملعقة كبيرة من السكر، بديلة ملعقة من الفانيلا حسب الرغبة، بس المستكة رح تعطيني طعم جدا رهيب وطيب. بقلب تابع تقليب على حرارة وسط. هذا المزيج بنتركه بعد الغليان 3 دقايق على النار يطبخ. شوفوا القوام ما أجمله قد ايه ناعم، لأنك طول الوقت كنت عم حركه. بستخدم أي جات بايركس عندي، أي صينية. أنا عم بستخدم قالب متحرك، وبسكب المزيج وهو ساخن. شايفين قوامه ما شاء الله. بتركه على الكاونتر هيك بالمطبخ يبرد بحرارة المكان، بعد هيك بنقله على الثلاجة ليبرد ويتماسك. لتحضير القطر بضيف كوبين من السكر، هذا أول كوب وهذا تاني كوب من السكر. بنفس الكوب بعير كوب واحد من المي. دوب السكر. ضوي الطباخ حرارة عالية بداية لحتى أتأكد من إنه السكر داب كلياً بالمي. مع التقليب السكر داب مع المي، صارت المي عندي شفافة. بنزل درجة الحرارة لأدنى درجة عندي، وبضيف بعصر نص حامضة تقريباً ملعقة صغيرة. بترك القطر يغلي تقريباً 7 دقايق. هذا القطر بعد مرور 7-8 دقايق، ولإعطاء القطر لون جميل رح ضيف تقريباً نقطتين 3 ما أكتر من هيك من ملون الطعام الغذائي لون أصفر. بقلبهم على طول بيقلب لونه للأصفر.
بضيف ملعقة من مية الزهر، ممكن نضيف ماء ورد وماء زهر، وهيك بيكون القطر صار جاهز. شوفوا اللون ما أحلاه. بترك القطر يبرد. هذا الحلا برد وتماسك، خليته بالثلاجة تقريبا ساعة لساعة ونص. رح فك الرنج، تخلص منه. طبقة متماسكة وبتشهي القلب. معي تقريبا كوب واحد من القشطة، ما يعادل معلبين، باردة. بالخفاقة اليدوية بخلطها شوي لحتى يصير قوامها أسهل بالفرد. هاي القشطة هيك صار قوامها. بوزع القشطة كطبقة تاني. بفردها سماكة وحدة. بوزع بالمنتصف القليل من الغزلة الشامية اللي هي غزل البنات، هي إضافة جديدة ورح تعطيني طعم جدا بشهي القلب. أخيرا بزينها بالفستق الحلبي. هذا شكل القطر بعد ما برد، هذا قوامه. منزيد حسب الرغبة. وهي أطيب حلا صار جاهز. بنعطيه قطر حسب الرغبة. ويا سلام.